الشعور بعدم الأمان ده بيجي لما بتتكسري في علاقة كانت المفروض تكون أمانك، أو من تربية فيها نقد أكتر من احتواء، أو من مقارنة مستمرة مع غيرك. وأوقات بيكون تراكم لمواقف حسستك إنك مش كفاية لما كنا صغيرين ومحدش طمنا لما خفنا. كل ده بيخلينا نحس إن الأمان حاجة خارجية لازم ندور عليها في الناس اللي حوالينا، أو في النجاح، أو في المظاهر. لكن الحقيقة إن الأمان مش بره، الأمان جوه. جوه كل لحظة بتقولي فيها لنفسك حتى لو كل حاجة حواليا اتغيرت ما بقتش تطمني، أنا هفضل ثابتة وواثقة في نفسي وهطمن نفسي. خليني أقولك إن الشعور بعدم الأمان ده شعور طبيعي جدا، ممكن تحسي بيه في أي لحظة. لكن المشكلة لو الشعور ده بدأ ياخد فترة طويلة معاكي، هيخليكي تحسي بأثر سلبي على نفسيتك، لأنه هيهز ثقتك في نفسك وهيخليكي تشكي في قراراتك. هتخافي تفرحي وهتخافي تبيني مشاعرك، ويتحول الخوف ده لطاقة بتستهلكك كل يوم. بس خليني أقولك حاجة تانية، مجرد إنك حاسة وملاحظة ده، دي أول خطوة للشفاء من الشعور بعدم الأمان، لأنك بقيتي مدركة وبتقولي لنفسك أنا محتاجة أتعامل مع الإحساس ده بلطف مش بقسوة.